الشعبي اليمني حبايب قلبي وسندي ومحزمي وعزوتي بعد الله سبحانه وتعالى. قد سمعتم تعليقي على الكابتن عادل عباس، اللي ما قد سمعش التعليق بيسمعها الآن. وإذا حاجة على إعجابكم الرجاء رأيكم في التعليقات، وسووا عدل النشر، سووا عدل النشر، سووا عدل النشر، من أجل أن يتحقق حلم معلقكم اليمني هيمن عبد الله ويذهب إلى العالمية وقنوات بي إن سبورتس. وتحياتي للجميع. العباس الله على هذه الروعة، الله على هذا الجمال، لاعب خرافي بمواصفات عالمية. إذا كانت الأرجنتين تتغنى بالليو ميسي أعجوبة هذه الدنيا، والبرتغال تتغنى وتفتخر بالإمبراطور هداف الكرة العالمية الدون كريستيانو رونالدو، فنحن سنتغنى ونحن سنكتب الأشعار وسنعزف الألحان لنجم الكرة اليمنية، للأسطورة الفنان عادل عباس. عادل عباس، كيف سأحكي وماذا سأروي وماذا سأقول وماذا سأتحدث؟ من أين أبدأ وأين سأنتهي؟ هل أتكلم عن الكنترول أم الاختراقات أم على المراوغات أم على التيكي والتاكا أم على التمريرات الحاسمة أم على أهدافك الخرافية اللافة بطريقة اللوب بطريقة الكبار روبين مسعود أوزيل دي ماريا ليونيل ميسي ومارادونا؟ الله الله الله، أطلقت عليك من قبل ميسي الكرة اليمنية، لم يعطوك الإعلام حقك، لم يشجعك الشعب اليمني بما فيه الكفاية، فشجعوا معي وآزروا معي وتكلموا معي واكتبوا الأشعار من أجل نجم الكرة اليمنية. شاهدت أساطير، فالكرة اليمنية دائما ولادة. من قبل شاهدت الأسطورة علي النونو، وشاهدت علاء الصاسي، ومنتخب الأمل عبد علي الإدريسي وجمال العولقي وعبد الإله شريان وباقي النجوم، ولكن لم تر عيني مثل هذا الساحر، ففي سن 18 إلى 19 إلى 20 ويسجل سوبر هاتريك أمام منتخب السعودية. لم يفعلها الأساطير الذي كانوا والذين ظلت أسماءهم مسجلة ومدونة في التاريخ. إنه النجم عادل عباس يا سادة. يمشي عادل عباس، الله على المهارة، يلعب كرة للبرواني، وانتو عادل عباس، جولات جول هدف لمنتخبنا اليمني عن طريق المهاري، عن طريق الفنان عادل عباس. الله يا عادل، الله الله الله، فليسمع من به صممه وليعرف من لم يصله الخبر أن الكرة العالمية والكرة العربية ستكتب، ستدون، ستسجل أسطورة جديدة اسمها عادل عباس. شوف الكرة وانتو الأجمل مع البرواني، حط الكرة في الشباك ويسعد الجميع، يفرح 40 مليون يمني أمام الشاشات وهنا في الملعب وهنا في المملكة العربية السعودية وداخل الوطن وفي جميع